يقول: من جامع زوجته في رمضان ولم يستطع أن يصوم شهرين متتابعين فماذا يفعل؟ جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هلكت يا رسول الله. قال: ما الذي أهلكك؟ قال: وقعت امرأتي في نهار رمضان. قالوا له النبي صلى الله عليه وسلم: أعتق رقبة. فما كان منه إلا أن ضرب رقبة نفسه وقال: والذي بعثك بالحق لا أملك غيرها، ما يملك إلا رقبة نفسه. قال النبي: صم شهرين متتابعين. قال: وهل وقعت فيما وقعت فيه إلا بسبب الصيام يا رسول الله؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أطعم 60 مسكينا. قال: لا أجد. فلما قال لا أجد سكت النبي. جلس الرجل، فجاء رجل من الأنصار بمكتل زنبيل مملوءا بالتمر فقدمه للنبي. فالنبي قال: أين الهالك؟ فقال الرجل: قال: خذ أطعمه 60 مسكينا. قال: على أفقر منا يا رسول الله، والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها، اللابتان هما الحرتان التي تقع المدينة بينهما، والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تبسم، والنبي ما هو ضحك ليس بكركرة، وإنما يبتسم ابتسام حتى تبدو أضراسه. فقال: خذه وأطعمه أهلك. فالذي يحصل منه الجماع في نهار رمضان لامرأته في حال صيام عليه الكفارة عتق رقبة، لا ينتقل الواحد منه إلا إذا كان لا يجد رقبة يعتقها. وقتنا هذا صعب جدا أن يجد الواحد عبدا أو مملوكا أو أمة مملوكة ليشتريها ويعتقها. لماذا؟ لأن المسلمين قاعدوا عن الجهاد من مئات السنين، وإنما صار المسلمون عرضة لأن يجاهدهم الكفار، وقد فعل الكفار. وصار لا يرضى من الناس أن يقولون جهاد، وصار المتحدث يقول لا، المقصود جهاد الدفع، هو جهاد الطلب. النبي قال: أمرت أن أجاهد الناس وقاتلهم. فالشخص الذي ما يجد رقبة يعتقها يصوم شهرين متتابعين ما يفطر فيهما. الذي لا يقدر، الله يعلم من هو القادر من غير القادر، الذي لا يقدر يطعم 60 مسكينا. الذي لا يجد يمهل، إن وجد في يوم من الأيام أطعم 60 مسكين، وإن مات وهو لا يجد فإن الله أكرم من أن يحاسب شخصا على أمر لا يملك له سبيلا. نعم.